بدأ الفيلم في مدينة اختفت فيها الناس كلها مرة واحدة، وعشان كده بيعملوا فيها احتفال كل سنة اسمه راجل الجبل، واللي بيكون شبه الاحتفالات بتاعة الهالوين بالظبط. بتحاول المذيعة ان هي تعمل اكتر من لقاء مع الناس واللي بتكون متنكرة عشان يحتفلوا مع بعض، وبعد شوية بتقرر ان هي تجري شوية في الغابة، وده لحد لما اليوم يخلص. وفي الوقت ده بيظهر مسخ قدامها وبتكون فاكرة ان ده واحد من الناس متنكر مش اكتر، لكنه بيطلع السكين عشان يقطع صوابعها على طول. وقبل ما تهرب من الغابة بتشوف تاني شخص طبيعي قدامها عشان تحكي اللي حصل، فبيعرفها ان هو هيكلم الشرطة دلوقتي عشان تساعدها. لكن الغريب ان هو بيطلع فاس كان معاه عشان يخلص عليها، وبنعرف ان هو كان تبع المسوخ واسمه رينارد، وبيطلب منهم يشيل الجثة بسرعة. ولما البطاقة بتاعتها بتقع على الارض بيعرفوا ان هم لازم يخفوا كل حاجة عنها عشان الناس تعرف ان هي اختفت في الغابة ويخافوا. وبعدها بنتعرف على مجموعة صحاب قاعدين مع بعض في الغابة، وده عشان يجهزوا نفسهم للمهرجان. بيكون اسمهم بيلي وجون، والتالت اسمه جاس، والبنات ام شعر اصفر اسمها كاتي، والتانية اسمها لورا. وقاعدين مع بعض عشان يروحوا المهرجان اللي معمول في المدينة. وبيلي بيطلع كيس المخدرات اللي كان معاه، وده عشان يحتفلوا مع بعض وينبسطوا. وفي البيت بتاع المسوخ بنشوف الجثة بتكون معاهم عشان يقطعوها، ورينارد بيفضل يتخانق معاهم بسبب ان هم بيسيبوا دليل وراهم، والشرطة من خلالها تقدر تمسكهم بكل سهولة. والشرطة دي بتكون عبارة عن شخصين اسمهم كارتر والظابط جونيور، وبيكونوا تبع الاسم بتاع المدينة، وبيحاولوا ان هم يأمنوا الاحتفالات لحد لما تخلص. بعد شوية المجموعة بتكون واقفة على الطريق عشان تحضر المهرجان، وبيظهر رينارد قدامهم عشان يعملوا حادثة، وبيخبطوا في الشجر على طول. وطبعا بيحاول بيلي ان هو يتخانق معاه بسبب اللي حصل من شوية، لكنهم بيشوفوه واقع على الارض. والغريب ان هو محدش جه ناحيته اصلا، وكان السبب في الحادثة. لكن بيهجم على بيلي بالسكينة، والمسوخ بتكون واقفة وشايفة كل حاجة من بعيد، والشرطة بتوصل في الوقت المناسب عشان يشوفوا الحادثة اللي حصلت من شوية. وهنا الضابط جونيور بيعرف ان في مخدرات في العربية، وكارتر بتطلب منه يفضل هنا لحد لما الونش يجي، وهي ما تروح مع المجرمين على الاسم عشان تسلمهم. للاسف بيكون جونيور لوحده في الغابة، والمسوخ بتروح عليه عشان تقطعه 100 حتة، ومحدش فيهم يعرف اللي هيحصل من المسوخ في المهرجان. وفي الاسم بنشوف بيلي مع صحابه وهم محبوسين، وللاسف كارتر بيشوف كيس المخدرات كان معاهم، وهيكون طبعا الحكم كبير جدا عليهم. وبيكون معاهم رينارد في الاسم. بيحاول بيلي يطلب منه ان هو يخرج صحابه من هنا، لان المخدرات بتكون بتاعته لوحده. فبتقرر كارتر ان هي تعمل كده فعلا، وبيفضل بيلي مع 2 بس لوحدهم في الاسم. وبعد شويه صحابه بيرجعوا للفندق عشان يريحوا فيه، وكارتر بتعرف ان رينارد اصلا هربان من الحكومه، وده من 30 سنه بسبب جرائم كتير، قتل كتير جدا. بتتصل بالقوات عشان ياخدوا على السجن، وللاسف بتعرف ان هم هيوصلوا الصبح بسبب المهرجان. ورينارد بيعرف ان هي اصلا مش هتفضل عايشه لحد تاني يوم. وطبعا مش بتاخد الكلام على نفسها لحد لما المسوخ بتوصل على الاسم، وبتكسر برج الاشاره بتاع المكان، وبيروحوا بعدها على برج كهرباء. هنا الامن بيلاحظ ان في حركه غريبه بتحصل، لكن بيعرف ان هم مسوخ، وبيقدر ان هم يمسكوه على طول عشان يخلصوا منه. بعدها بيحطوه على سلك الكهرباء عشان يتكهرب ويقطع الكهرباء في المدينه كلها. وهنا النور بيفصل عليها، وكارتر بتطلب من موس ان هو يساعدها في الحراسه بتاعه الاسم. بعدها بنشوف كاتي وهي رايحه على بيلي في السجن بتاعه، وده عشان تديله شويه اكل. فبتشوف مسخ قدامها، وطبعا في الاول بتكون فاكره ان ده واحد من المهرجان. ولما بتعرف ان هو مسخ بتحاول تهرب منه بسرعه، لكن للاسف بيخلص عليها. وهنا باقي المجموعه بتلاحظ ان كاتي بتكون اتاخرت، فبيقرروا ان هم يخرجوا عشان يدوروا عليها في كل حته. وبيعرفوا ان هي لسه ما وصلتش على الاسم عند بيلي، وده بعد لما جون بيشوفه لوحده. وفي الفندق واحد من المسوخ بيخبط على جاس، وبيشوف مسخ قدامه، وطبعا بيكون فاكر ان ده واحد برضه من المهرجين بتاعه الحفله، لحد لما بيقفل الباب في وشه. وقبل ما يرجع تاني على السرير بيسمع الباب بيخبط مره تانيه، وهنا بيشوف مسخ جديد قدامه، لحد لما بياخدوه بره الفندق. ولارا بتسمع صوت صاحبها وعمال يصرخ، وهنا بتمسك ماسوره في ايديها عشان تحمي نفسها، وبتقدر ان هي تضرب واحد فيهم، لكن التاني بيعرف يمسكها من رجليها، فبتحط السكينه في كتفه عشان تهرب، وبتكون للاسف لسه عايشه. بيلي بيكون خايف جدا على كاتي لانها اتاخرت، فرينارد بيعرفهم ان المسوخ اكيد وصلت عليها، لحد لما واحد اسمه جيسون بيدخل على الاسم. وهنا بنعرف ان هو جوز كارتر، وبيكون معاها شويه لحد لما الكهرباء ترجع تاني، لكن لا للاسف بتطول، فبيخرج عشان يسيبها في الاسم لوحدها. في المشهد اللي بعد كده بنشوف ان المسوخ بتكون مربطه جسم الرجل، وبيفضلوا يكسروا فيها لحد لما بيرموه على العربيه، وهنا بيسيبوه لوحده على الطريق. وقبل ما يطلب المساعده بيقدروا ان هم يمشوا عليه اكتر من مره عشان يموتوه. وكل الاخبار بتوصل على كارتر في الاسم في انها لازم تدافع عن نفسها. هنا بتدي السلاح لبيلي وموس، وبتطلب منهم يساعدوها في حراسه الاسم، فبيعرفوها ان هم لازم يتصلوا بالسجن بسرعه عشان يطلبوا المساعده. وهنا كارتر بتقول لهم ان هي فعلا عملت كده، لكن للاسف الاشاره بتكون فاصله في المدينه
المدينه كلها وان في راديو اشاره ممكن يستخدموه في ان هم يطلبوا السجن، وان هي هتروح على هناك عشان تجيبه بسرعه، ولازم يفضلوا في القسم عشان ياخدوا بالهم من رينارد، وبتروح على هناك لوحدها والمسخ بيكون مراقبها من بعيد، وهنا بيدخل وراها عشان يموتها لحد لما بتشوف لوحه قدامها وبتضرب النار عليها، لكن بتعرف ان مفيش حد في المكان وبتحاول ان هي تشغل المولد، بتشغل الراديو عشان تكلم اي حد موجود، فبيقابلها شخص غريب وما تعرفش هو مين، وطبعا مش بيصدق اي حاجه من اللي بتحكيها عن المسوخ، فبترجع تاني على الاسم ولارا بتكون وصلت على هناك، وبيلي بيطلب منها يعرف مكان كاتي، لكن للاسف محدش فيهم يعرف هي راحت فين لحد دلوقتي. هنا رينارد بيعرفه من الرجاله بتاعته بتكون خلصت، وان هو لازم يخرج من هنا قبل ما الباقي يموت هو كمان، لكن طبعا بيرفضوا يعملوا حاجه زي دي. وبعدها بيخرج بيلي مع صاحبه من القسم عشان يدوروا على كاتي، وبيسمعوا صوت المسوخ بتكون حواليهم، وفي الاخر بيعرفوا ان في جثه واقعه على الارض، بيتاكدوا ان هي كاتي صاحبتهم، وبيحاولوا ان هم يضربوا النار عليه، لكن واحد منهم بيهجم على جون عشان يضرب البندقيه في دماغه، وطبعا بيفقد الوعي. ولما بيفوقوه مره تانية بيشوفوا نفسهم في ملعب كوره كبير، وبيلي جسمه بيكون مدفون في الارض، وجون بيكون مربوط بسلسله، ومحدش فيهم فاهم حاجه لحد لما المسخ بيظهر على طول بالعربيه، وبيكون قرب عليهم عشان يموتهم، وفعلا بيعمل كده عشان يرتاح منهم هما الاتنين، وبيكمل طريقه. وفي المشهد اللي بعده بنشوف كارتر بتدي مفاتيح العربيه لموس، وده عشان يطلب المساعده بسرعه من اي مكان، وفعلا بيخرج على بره. في الطريق بيكلم كارتر من اللاسلكي عشان توصف له الطريق، لحد لما بيدوس على سلك كان في الارض ومعمول فخ، وللاسف بيعمل حادثه. وبعد شويه لما بيفوق مره تانية بيلاقي نفسه مربوط بالحبل لحد لما المسوخ بترميه في الميه وبتقفل عليه، وفي الاخر بيولعوا النار عشان يموت قدامهم. وهنا بنعرف ان الحل الوحيد في ان هم يوقفوا اللي بيحصل ان رينارد يخرج من السجن بتاعه، وده عشان يوقفوا اللي بيحصل في المدينه كلها، وده طبعا بسبب المسوخ. وكارتر بتشوف نار مولعه في المكان، ولما بتقرب عليها بتنفجر، للاسف بتقع على الارض على طول عشان يغمى عليها. وهنا رينارد بيحاول يقنع لارا ان هي تخرجه من القسم عشان يحميها من المسوخ، وان المسوخ كده كده هتوصل على هنا فلازم تخرجه بسرعه، ولما بتعمل كده بيحط الحديد في عينيها، ولما بتخرج على بره المسوخ بتكون قربت على المكان عشان تموتها. بس هنا كارتر بتقدر ان هي تضرب النار عليه قبل ما يموتها، وبتحاول ان هي تدخل لارا تاني على الاسم بتاعها، وبترجع رينارد على الحجز بتاعه. بتحاول ان هي تعالج لارا، وبتكون عاوزه تخلص على رينارد بسبب اللي عمله، لكنها مش بتعمل كده، وبتخرج تاني من الاسم بسرعه. بعد شويه بتسمع صوت كلاكس، وبتعرف ان دي عربيه جوزها جيسون واقفه قدامها، فبتقرب على العربيه عشان تفهم اللي حصل، لكنه بيكون متوصل بالسلك عشان يقطع بطن جوزها، وللاسف بيموت منها، والمسخ بيروح عليه عشان يقتلهم هما الاتنين مع بعض. فبينزل واحد منهم عشان يضرب كارتر وتفقد الوعي. والمشهد التاني بنشوف رينارد بيحاول مره تانية مع لارا ان هم يخرجوا بسرعه من هنا، طبعا بتكون خايفه وانها تحاول تهرب بعد كده، وده بعد لما المسوخ حدفت النار في الاسم كله، وكارتر بتكون مربوطه في السجن بتاعها مش فاهمه حاجه. وهنا رينارد بيكون حاط لها فخ عشان ما تنزلش رجليها على الارض لمده كبيره، والا هتموت على طول لانها متوصله بالسكاكين في كل حته. بيولع النار في المكان عشان يخرج منه، وبيسيبها في الاسم لوحدها. وطبعا كارتر مش بتقدر ان هي تستحمل النار لحد لما بتنزل رجليها وبتموت على طول. وبعد كده بنعرف ان لارا بتكون لسه عايشه، وبتحاول توقف اي حد عشان يساعدها. هنا مسخ بيظهر قدامها وبيحاول ان هو ياخدها بالعربيه، لحد لما بتعرف ان رونالد بيكون راكب معاها، وده من خلال لما بتسمع صوته. وعشان تعرف اللي حصل بعد كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وقولوا لنا تحت في الكومنتات انكم عاوزين الجزء الثاني. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.